إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة سنتكلم عن قضية تهمنا كمسلمين عامة وكإريتريين أيضا خاصة، وهي تندرج تحت هموم المسلمين وتندرج تحت قضايا المسلمين عامة. إنها قضية النصر العظيم الذي حصل لإخواننا بأرض الشام، التي تربطنا بيننا وبينهم عقيدة الأخوة وعقيدة الإيمان وعقيدة الإسلام. وكثير من أبناء إريتريا قد درسوا واستفادوا من بلاد الشام في عقود ماضية، ففرحة أهل الشام هي فرحة الإريتريين، بل فرحة المسلمين عامة. لقد أزال الله تبارك وتعالى عنهم الظلم، ومن هنا يجدر بنا أن نقرأ ما صدره ربنا عز وجل في سورة القصص كي نتمتع وكي نستلهم وكي نستفيد من أقدار الله سبحانه وتعالى العجيبة، ونستفيد منها قادة ومقودين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحيانا تقال حينما يكون مثل هذه الآيات التي ترى واقعها في أمامك حقيقة، لقد أخزى الله عز وجل حكومة أسد، بشار الأسد وحكومته وعائلته، وأبعدهم وأذلهم، ونصر الضعفاء، وأخرج السجون، وحصل الأمن والاستقرار في ربوع الشام من أعجب آيات الله تبارك وتعالى. سنتحدث اليوم عن هذا النصر العظيم. النقطة الأولى: وما النصر إلا من عند الله. ما معنى هذه الآية؟ النقطة الثانية: لماذا يغيب الله سبحانه وتعالى في مجالس المحللين والقنوات الكبرى والعظمى وينسبون هذا النصر إلى دول التحالف ودولة كذا وكذا؟ لماذا يغيب الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه المجالس؟ الأمر الثاني أو الثالث: ما الفرق بين الهزيمة والنصر والتمكين؟ أو بالأصح حدثنا عن النصر وعن التمكين وعن الهزيمة. متى تكون الهزيمة ومتى يتحقق النصر؟ وهل النصر محض فضل الله من عند الله؟ كذلك ما موقف المسلمين في هذا
النصر العظيم الذي حدث لإخواننا في الشام. كذلك نرى إسرائيل تقوم بالقصف الغريب العجيب في مواقع متعددة. ما الهدف من ذلك؟ ثم أيضا كيف سيكون مستقبل سوريا في القريب العاجل والأجل أيضا البعيد؟ وهذه الأسئلة وغيرها نطرحها على شيخنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الإفريقي خاصة وفي جميع مجالات المسلمين عامة. فأهلا وسهلا بشيخنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، وردت في القرآن مرتين. ما معنى ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي نصر المؤمنين وأعزهم، نصر عبده وأعز جنده، ونصر أهل الشام ووفقهم لما فيه الخير من إزالة الطغاة وإزالة الظالمين واستخراج المستضعفين. ها نحن رأينا فرحتهم ورأينا عودتهم ورأينا تهليلهم وتكبيرهم، ورأينا كيف أن هذه الظلمة التي يعني سيطرت عليهم لما يقرب من أكثر من 50 عاما قد أزالها الله سبحانه وتعالى بين عشية وضحاها. وأعظم درس حقيقة للطغاة هو هذا النوع من الدروس، عندما يكون هنالك نظاما أمنيا قابضا مسيطر تماما على كل الأجهزة الأمنية والعسكرية، ونظام في نفس الوقت أيضا القوى المعادية للإسلام سواء كانت من الشرق أو الغرب سبحان الله تريد بقاءه وتريد كذلك أن يستمر. ورأينا ذلك حقيقة منذ أن بدأت الثورة السورية. لم تجد تعاطف لا من أمريكا ولا أوروبا، ولم تجد تعاطف حتى حتى الذين دخلوا معها للأسف الشديد في البدايات في محاولة دعمها. رأينا كيف أن في النهايات كان الهدف منها هو تقويضها وإجهاضها من الداخل. لكن الله سبحانه وتعالى هذه الآية على وجه التحديد، وما النصر إلا من عند الله، تنطلق من تصور إيماني عميق جدا بالنسبة للمسلم، وهو أن هذا الكون بما فيه ومن فيه لا يقع فيه ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. فالله هو الرب وهو المدبر وهو الملك، فلا يتصور المسلم بأنه يقع في كونه ما لا يريد. هذه أهم قضية. يعني لا يمكن أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى يعبث العابثون في كونه ويفعلون فيه ما يشاءون والله سبحانه غائب عن المشهد. هذه أول قضية. فالله سبحانه وتعالى حتى وهو يثبت لك أن لك إرادة ولك فاعلية أو لك مشيئة كما بمصطلح القرآن، لكن يقول لك وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمسلم يعتقد بأن كل ما يقع له في هذه الحياة يقع بقضاء الله وقدره، حتى فعله يقع ضمن مقدور الله، حتى إرادته تقع ضمن إرادة الله، حتى مشيئته تقع ضمن مشيئة الله. فالعبارة لاختصار المشهد كله وما النصر إلا من عند الله تلخص مسألة عقيدة المسلم في مسألة النصر، وهو أن النصر من الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم العزيز الرحيم إلى غير ذلك من الصفات التي ترتبط بمسألة النصر. فلو وقفنا مثلا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمشركين لسنوات طويلة جدا، ثم فتح الله عليه مكة. انظر الآيات الأربعة التي في بداية سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ثم قال وينصرك الله نصرا عزيزا. فنسب النصر إلى الله، ما نسبه إلى أحد يعني ولا إلى جيش الإسلام ولا بالعكس، كل ذلك منسوب إلى الله سبحانه. حتى في معركة بدر قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا لا ينفي بطبيعة الحال فاعلية الإنسان وأنه يفعل ويجاهد ويكافح، لكن في النهاية المسلم ينظر إلى كل ذلك بأنه إن لم يكلل بمعية الله وتوفيق الله وعون الله سبحانه وتعالى ومكر الله بالكافرين وكيد الله بالكافرين وما يفعله الله سبحانه وتعالى في الأعداء، إذا جئت بالحسابات المادية المحضة لن تجد لك مكانا على وجه الأرض. يعني اليوم لو أردنا أن نتكلم بالمعطيات المادية المحضة، سواء فيما جرى في أفغانستان أو ما جرى في الشام في الأيام الأخيرة، أو ما يجري إلى لحظتنا الراهنة يا شيخ برهان في فلسطين مثلا، لا يمكن بالحسابات المادية أن يصمد المسلمون طيلة هذه الفترة لولا أن الله سبحانه وتعالى يفعل فعله في هذا الوجود.
ولذلك وما النصر إلا من عند الله. رائع، رائع جدا. ما الفرق طيب إذا شيخ حسن بين النصر وبين التمكين؟ نعم، التمكين. نعم. هو القرآن حقيقة فيه جملة من المفردات شيخ برهان، فيه مفردة النصر، وفيه مفردة الفتح، فيه مفردة الغلبة، فيه مفردة التمكين، فيه مفردة الاستضعاف. فهي دي كلها زي ما تقول عبارة عن مفردات يمكن أن نلخصها في عبارة لسان القرآن. القرآن له لسان، إذا ما استطعت أن تستوعب لسان القرآن من خلال مفرداته فعلا تبقى في إشكال. فالنصر مثلا في القرآن الكريم يدور مع المنع ويدور مع التوسعة، ويدور مع الرزق، ويدور مع العطاء، ويدور مع الغلبة والقهر. هذه كلها مفردات إذا جيت أنت مثلا 7-8 معاني تجدها في السياق القرآني تعبر عن النصر. خلاصتها أن الإنسان ضمن سياق معين تكون له الغلبة، ويكون له القهر، ويكون له التأييد، ويكون له العون، ويكون له الإغاثة والإعانة من الله سبحانه وتعالى. فالنصر بهذا الاعتبار هو عون الله سبحانه وتعالى لعباده، وتأييده لعباده، والتوسع عليهم في مساحة معينة. التمكين هي نتيجة لحالة من الانتصارات المتتابعة. يا سلام. نتيجة، لكن قبلها ستلاحظ ما بين التمكين وما بين النصر هنالك شيء يسمى الفتح. الفتح هو التراكم لحالة الانتصارات. فباختصار لو أردنا أن نقول حالات المعارك المتتابعة فيها انتصارات، نصر 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 نصر، فإذا توجت الحالة بسقوط الجهة المقابلة كان ذلك فتحا. التمكين يبدأ بعد ذلك. يعني عندك نصر، ماذا نسمي الذي حدث في هذا في نصر الشام؟ وفتح. نصر ما يجري الآن نصر وفتح، أو فتح. هو نصر وفتح. إذا جاء نصر الله يعني هم الآن تحقق لهم أمران. تحقق لهم انتصار من حلب، وانت ماشي كانت انتصارات حلب وحماة وحمص، وسقوط ثم فتحوا دمشق، كان الفتح الكبير. أيوة. نأتي الآن إلى التمكين. الله سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات قال ليستخلفنهم في الأرض. حاليا الإخوة في استخلاف، وصلوا الآن مرحلة أن الله استخلفهم، أي كانوا خلفا لمن قبلهم. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف ولا يمكنن لهم. الآن تأتي بعد كده دينهم الذي ارتضى، ولا يمكنن لهم دينهم. هنا المكنة، ولا يبدلن من بعد خوفهم أمنا. الآن سبحان الله وعليهم أن يطبقوا يعبدونني لا يشركون بي. هذه النتيجة النهائية التي سيكون فيها التحقيق الكلي لفكرة العبادة والعمران والاستخلاف النهائي. هذه هي. يعني التمكين هو أن لا يكون هنالك بين المؤمنين أي حائل يمنعهم من تطبيق شريعة الله. هنا يقال مكن الإنسان. يا سلام. إذا وجد حائل من الحوائل يمنعك أنت لم تمكن بعد، وبالتالي يمكن أن نطلق عليه تمكينا جزئيا وليس تمكينا كلي، وهذا يحصل على كل. في القرآن الكريم يتكلم القرآن عن التمكين الجزئي. إذن هذا الذي حدث هو الآن تمكين جزئي. تمكين جزئي حتى هذه اللحظة. هم الآن استخلفوا، وأن الله سبحانه وتعالى جعل مقاليد البلاد بأيديهم وأهلك عدوهم. وهنا قضية مهمة جدا لينظر. هل تعتقد أنهم سيحكمون بالشريعة الإسلامية أو هناك أمر آخر؟ هو بلا شك أن الإخوة من يوم أن قاموا وهم ينادون بشريعة الله سبحانه وتعالى وحاكمية هذه الشريعة، لكن يبقى بعد ذلك ما الذي بقدرتهم فرضه وما الذي يعجزون عن فعله. مسألة الشريعة كما تعرف كالصلاة، إذا كنت قادر أن تصلي قائما لا يجوز لك أن تصلي قائما، وهكذا صلي قائما فإن لم تستطع فصلي. فإن استطاعوا تطبيق الشريعة فأهلا وسهلا. هم بطبيعة يعني قد يكون هناك مساحات. نعم. هنالك مساحات فيما يتعلق بما هو خارج عن سوريا من قضية العلاقات الدولية والأمور هذه، لا تستطيع أن تقول بأن والله سيفعلوا فيها كل ما يريدون، لكن حتما الوضع في الداخل أنا أتوقع إن شاء الله بأن لأن البعض من مثلا يقول إذا لم يطبقوا الشريعة كاملة ما فعلوا شيئا، فما الفرق بينهم وبين أسد مثلا؟ لا ليس كذلك، ليس. والخليل نقول بأن هنالك في مسألة الحاكمية هنالك أمران. هنالك من يريد حاكمية الشريعة وتطبيقها وهو مخلص ووفي وساعي ولكنه قد يعجز، ولكن هنالك من ينحي الشريعة ولا يراها ولا يرى صلاحيتها. فشتان. أفنجعل المسلمين
كالمجرمين؟ لا، حتما هؤلاء سيطبقون الشريعة في التربية، في التعليم، في الإعلام، في العلاقات، في غيرها، ولكن لا نستطيع أن نجزم حتى هذه اللحظة ما هي المكنة والقدرة التي لديهم ليطبقوا كل ما جاءت به الشريعة. هذه قضية أخرى. لكن أنا في تقديري لو أنهم بدأوا، الذي أعطاهم الفتح والذي أعطاهم النصر، هل قادر أن يمكنهم بالشريعة كاملا؟ هو الشريعة تجر بعضها بعضا. يعني مثلا منظومة الحقوق في الشريعة الإسلامية، إذا أنت مكنت المجتمع مما يتعلق بالحقوق، منظومة الحقوق فيها يعني تمكين المجتمع من موارده، دي أهم قضية، وهو ألا تحتكر السلطة والدولة منظومة الحقوق المالية مثلا. لكن ما أجبتني على السؤال. الآن نحن كنا قد فقدنا الأمل في أن هؤلاء يمكنون في الشام. كان من المستحيل جدا في هذا إلا أن تتدخل عناية الله. وفعلا حصل هذا. الآن هم تمكنوا، لكن كونهم يحققون الشريعة بالكامل هذا محل يعني. لا نحن شيخنا لا نستعجل، لكن أنا أقصد الذي منحهم النصر والفتح قادر أن يوسع دولتهم أيضا وأن يمكنهم بلا شك، وأن يمنحهم أن الله سيمدهم إن شاء الله بعونه. والذين اهتدوا زادهم هدى، والهداية تجر الهداية. كلما صدقوا في تطبيقهم لشريعة الله سبحانه وتعالى واستعانوا به وفعلوا ما يلزم وما يجب وما هو مقدور عليه، ولم يذهبوا إلى اتجاه التحايل على دين الله أو على شريعته، أو يحاولوا يذهبوا في اتجاه إرضاء الكفار والمنافقين. لو ذهبوا في اتجاه أن والله نحن هذا الذي حصل لنا محض توفيق الله ومحض نصر الله ومحض تمكين الله، ليس علينا الآن إلا أن نطبق أحكام الله، سيعينهم الله سبحانه وتعالى فيما يمكن إن شاء الله. لكن أنا قصدي كثير من الناس طبعا عندهم إشكالية في الشريعة نفسها وفهمها. ما هي الشريعة عند الناس؟ كثير من الناس عندهم إنه والله الشريعة هي الحدود، بينما ستجد أن منظومة الشريعة ستبدأ معك من قولة بسم الله الرحمن الرحيم، مجالات التربوية، المجالات يعني المجتمع وحركة المجتمع في وهذا أيضا الانهزامية التي كانت لدى بعض الإسلاميين. نعم. بأنه لا يمكن في هذه الفترة أن تحقق النصر لأي جهة إسلامية، لا يمكن أن تطبق الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن يأتي في بالك أنه ممكن أن تربي الشباب على الحرية. خلينا أكبر درس شيخ برهان أخذناه في هذه الأحداث هو لا يمكن هذه صارت ممكنة. الحمد لله. وكما يقول المناطق الحدوث دليل الإمكان، يعني أن هنالك شيء حدث دل ذلك أنه ممكن. نعم. طيب كانوا يقولون مستحيل الغرب يتعامل مع الجولاني، ها هو الغرب يأتي مرغما. الآن كل الدول اللي كانت بالأمس تتكلم عن إرهاب هيئة تحرير الشام وإرهاب الجولاني، وكثير للأسف يعني خلينا أقول كثير من الدعاة وكثير من الجماعات كانت مقاطعة منطقة إدلب ولا تذهب إليها خوفا من التصنيف. وإذا بالله سبحانه وتعالى يقول لهم موضوع النصر والتمكين هو عندي وليس عند أمريكا. الله. ليس عند أمريكا. الله. يعني الجماعات التي تتصور بأن والله الحكم منحة من أمريكا أو منحة من روسيا أو منحة من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الطريق يأتي عبر إيش؟ يأتي عبر العواصم الغربية. قال لك لا، الطريق لا يأتي من هناك، خاصة من أراد دين الله لا بد له من قطع الولائج مع الكفار. لا يمكن الله سبحانه أن يمكن من لا زال قلبه معلق بغيره. فإذا نحن نقول بأن الله سبحانه أو جعل الآن إمكانية أن من كان يصنف إرهابيا عن طريق الجهاد اليوم الكل ليس أمامه إلا أن يتعامل مع هذا الواقع. صدر قرار يعني في من أمريكا أعتقد برفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب. لماذا رفعوهم؟ ما الأسباب؟ هو طبعا هنا عشان نربط ما بين أمرين، أن أمريكا التي كانت إلى هذه اللحظة فارضة الفيتو على إخواننا الأفغان وأنها لا تريد أن تتعامل معه ولا تعترف بهم بعد حرب 20 سنة انتصروا عليها، ولكن هنا نلاحظ أنها تسارع في الاعتراف بهم. السبب في ذلك والله أعلم منطقة الشام منطقة حساسة، فهم الآن أدركوا تماما بأن هذه الفئة المؤمنة التي قاتلت وصمدت لعشرات السنين ووقف معها اليوم شعبها ومجاورة لمنطقة بالنسبة لهم إشكالية كبيرة جدا وهي القاعدة الغربية المتقدمة وهي الكيان الصهيوني، هم يخشون هذه المنطقة إن لم يدخلوا الآن لمحاولة، يعني أنا لا أحسن الظن أصلا بهذا الغرب إنه الآن هذه المسارعات هي لخير، لا ليست لخير.
هم يفكرون الآن يدخلونها في منطقة دولة لها سفاراتها، لها اعترافها، لها كذا لها كذا، فتدخل أنت بعد كده الآن في سيستم إيه؟ سيستم الإكراهات وسيستم التحالفات إلى غير ذلك. فهم يخشون على كل من أن هذه المنطقة قد تكون نقطة إشعاع ونقطة انطلاق لما هو إن شاء الله قادم. إسرائيل يا شيخ حسن دخلت بعمق 25 كيلومتر في سوريا وقصفت أكثر من 500 غارة كما يعني تذكر وسائل الإعلام. ما الهدف؟ ولماذا الجولاني وأصحابه يعني ساكتين على هذا الاعتداء؟ هو شيخنا على كل من خلال متابعاتي لكل التقارير سواء كانت الغربية أو حتى الصهيونية أو حتى الروس، كلهم مرعوبين مما حصل. يعني هم لم يكن أحد يتصور هذا الانهيار المباشر. كل التقارير تدل على أن الترتيب كان ماشي باتجاه أن يكون هنالك حكم في سوريا يجمع ما بين المعارضة وما بين النظام، وهم بارعين في ذلك. يعني كل الثورات تم احتوائها عن طريق ايش؟ ان يخلطوها لك ما بين النظام القديم والنظام الجديد، وبعد ذاك يطيحوا بايه؟ يطيحوا بالجدد، لان النظام القديم اقدر على الاستمرار. كان هذا هو المخطط. الله سبحانه وتعالى قذف في قلوب انصار النظام جنود النظام الرعب. يعني اقصى ما كان يتوقعه الشباب انهم يقفون على مشارف حلب، وان بالغوا خالص يدخلون حلب. وقدرتهم العسكرية لم تكن أصلا بإمكانها أن تدخل أصلا حماة. سبحان الله. لكن لاحظ في انهيار. الجميل أنه كان عندهم قرار، متى ما انهارت القوى اللي أمامهم لا يتوقفون. يعني ما في حاجة اسمها احتفالات وما في واصل. ولذلك في 10 أيام شيخ برهان أنت من حلب إلى دمشق 11 يوما انتهى. طيب، فالعالم كله الآن في حالة من الذعر. ثم أيضا، وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن نضعها في الحسبان، كل ما يخشاه العالم هو أن تتحالف النهضة التركية بدولتها الراهنة مع الحالة العربية بثوراتها الآن المشتعلة في المنطقة. لا شك بعد فضل الله سبحانه وتعالى هنالك دور كبير جدا للأتراك في مجرى هذا. نعم ليس للأتراك ليس خفيا. فهم يخشون الآن شيخنا، يخشون من أن تتفرد تركيا بالمشهد. فيسعوا الآن لأن يتواجدوا، يعني طبعا بعد أن تتواجد السفارات سيبدأ الشغل الأمني، الشغل المخابراتي، الشغل التجنيد، شغل الاستقطاب. هل معقول أن أبي محمد الجيلواني، وهو الآن لا يحب أعتقد أن يوصف بهذا، الأستاذ أحمد الشرع، خلينا نسميه القائد العظيم أحمد الشرع، هل يرضى بدخول إسرائيل إلى الأراضي التركية؟ هل بينهم اتفاق؟ السورية قصدك؟ السورية عفوا. نعم. لا بالعكس، ليس بينهم اتفاق، ولكنه هو يدرك بأن الكيان الصهيوني الآن استفاد من فرصة انشغال الثوار طبعا أنت أمام انهيار نظام. حتى هذه اللحظة هم لم يستطيعوا أن ينهوا كما يقولون كل الجيوب. أمامهم ملفات أمنية، ملفات عسكرية، ملاحقات ضبط الأمن في دمشق، ضبط الأمن في الساحل. إذن ليس الآن المناسب فهم كانوا يدركون بأن أي. إسرائيل ومن معها، خلينا نقول إسرائيل وكان تريد أن تجرهم في هذه اللحظة إلى مواجهة معها وينشقلوا عن إيه؟ عن الطرف الآخر. فهو تجاهل، لأنه هو يدرك تماما بأن هذه الأرض أرض سوريا، لا نزاع فيها، لا إشكال فيها. سهل جدا أنه بكل بساطة عندما يتوحد الشعب السوري تحت قيادة واحدة وتكون دولته على أفضل ما يكون، فإن مسألة الكيان الصهيوني هي أصلا معركته مستمرة. لكن الكيان الصهيوني أيضا لم يقتل بشرا ولم يستهدف بشرا. هو عنده في العقيدة العسكرية، في العقيدة العسكرية الإسرائيلية شيخ برهان عندهم شيء اسمه التفوق العسكري. إسرائيل طيلة ما هي موجودة في المنطقة تريد أن تكون المتفوق في كل الجوانب. فهي تدرك بأن هذا السلاح الذي كان للنظام السابق لو وقع في أيدي الثوار فإن ذلك تعزيز لقوتهم وتعزيز لتطورهم، وبالتالي أقل ما تفعله يجب أنه والله تدمر كل البنية العسكرية حتى لا يفكر هؤلاء في أي محاولة. ولكن هل يعجز هؤلاء الناس اليوم إذا تمكنوا من الأرض أن يحصلوا على هذه؟ لا طبعا لا يعجز، ولذلك نحن نقول ما دام الإنسان موجود، هذا تفكير قاصر. ما دام الإنسان موجود والإرادة موجودة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا استطاعوا أن يسقطوا هذا النظام يعني إذا كان غزة شيخ برهان وهي محاصرة فعلت فيهم الأفاعيل، صحيح. ما بالك بسوريا التي هي خلفها ما شاء الله اليوم عمق كبير جدا، وهو تركيا بكل صناعاتها وبكل ما عند. فالمسألة هم حقيقة يعني هموا بما لم ينالوا بإذن الله سبحانه، يعني يفكرون. ما مصير الظالمين من غير بشار الذين يعني ساموا المسلمين سوء العذاب؟ نعم. ما مصيرهم برأيك؟
من إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى أن نتصور بأن الله سبحانه وتعالى يغفل عن هؤلاء. من إساءة الظن. نحن نحسن الظن بربنا بأن الله سبحانه وتعالى يمهل الظالمين لحكمته وما يريده في كونه من الابتلاء، من الكشف، من التمحيص، من تقوية المؤمنين الذين ذهلوا عن حقيقة الإيمان، من الذين تغافلوا عن الجهاد. هذه كلها الله سبحانه وتعالى يعطي فرصة لهؤلاء، لكن ليس غافلا عنهم. وفي نفس الوقت الله عز وجل يؤكد لنا مجموعة من المعاني: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. عليم بالظالمين، تسمح لي بس. نعم. وردت 4 مرات في القرآن. نعم. في البقرة: ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. وختمت: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. التوبة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الجمعة: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. نضيف إليها: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم. هذه طبعا أول قضية تصورية عقدية إيمانية، وهو أن لا يتصور المسلم بأي شكل من الأشكال بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعالهم، فهو يعلم كل ما يمكن أن يتصوره الإنسان وما لا يتصور. فالله عليم بأحوالهم، عليم بأفعالهم، لكن في نفس الوقت أيضا طريقة تعامل يعني إرادة الله سبحانه وتعالى وفعله فيهم مرتبط كذلك مع علمه بحكمته أو بحكمة الله سبحانه وتعالى. فالله عليم وفي نفس الوقت حكيم. عليم بمعنى أن الله لا يغيب عنه شيء مما يفعل، وبالتالي أنت يا مسلم لا تتصور بأن هنالك غفلة من الله سبحانه وتعالى عن هذه. فالآية بتاعت سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا، نفسه والله عليم، يعني 4 مرات يقول لك أنا والله عليم بالظالمين، عليم بالظالمين، عليم، حتى لا يخطر ببالك معقول الله سبحانه وتعالى ما يرى ولا يعلم عما نحن فيه. لا، يقول لك أنا أعلم. طيب كيف تعامل الله؟ الله لا يتعجل بعجلة أحد، ولا تحركه كما يقولون مشاعرنا نحن وأحاسيس. لا، الله له تدبيره الخاص في كونه سبحانه. أيوة، تدبيره الخاص سبحانه. كيف يحصل عملية التداول بين الظالمين وبين المسلمين، بين المؤمنين وبين الكافرين. هذه عملية التداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيوة. لماذا يمكن الظالم؟ هنا أيضا سؤال مهم. لماذا قدرا يمكن الظالم؟ هل ربما لا يصح لنا أن نسأل هذا السؤال، لكن يمكن الظالم، ما الحكمة من ذلك؟ أحسنت. هنا طبعا نفرق بين الإرادتين، بين إرادة الله الكونية وبين إرادة الله الشرعية. فإرادة الله الشرعية تأبى الظالمين، لا يحبهم ولا يريدهم ولا يبغضهم ولا يهديهم. وردت في القرآن 10. لا يهديهم. نسأل الله. فالله سبحانه وتعالى لا يهديهم ولا يحبهم، قليل منهم من يتوب. أحسن. فإذا من ناحية شرعية، وهذه طبعا مهمة جدا للمسلم أن يفرق بين إرادة الله الشرعية المعبر عنها الكتاب وما بين إرادة الله الكونية الخلقية، بأن الله يفعل في خلقه بطريقة معينة ما يشاء. طيب التمكين الذي تتكلم عنه هو تمكين قدري كوني. طيب ما الحكمة في أن الله يمكن هؤلاء؟ الحكمة شكبر لو أن الحق طالت فترته مع طول الفترة يحصل التراخي، تحصل الغفلة، يحصل النسيان، فيضعف المسلمون ويضعف المؤمنون لدرجة أنهم يغفلون كثيرا عما أمر الله به شرعا. نعم. فيحتاجون إلى التنبيه، سمينا نحن مطارق السنن الإلهية. تأتي المطارق التي ينبه الله. بعض الناس لا يستطيع شيخنا أن يتفهم الأمر بالكتاب فقط، بل قد لا يكون لا يقرأه أصلا. كثير من الشعوب لا تقرأ القرآن مثلا. المطارق تعني بها العقوبات الإلهية. فتأتي هذه الحالة من تسلط الكافرين على أهل الإسلام مثل الذئاب ومثل الكلاب التي تسلط من أحد الناس على. طيب تسمح لي أقرأ هذا النص النبوي وعليكم التعليق. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان
إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. نعم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. نعم. ولم ينقصوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعضهم في أيديهم. أخذوا بعض ما في أيديهم، فأخذوا بعضهم فيما في أيديهم. وما لم تكن أئمتهم بكتاب الله وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. حديث صحيح خرجه الألباني في صحيح ابن ماجه. تعليقكم. يا سلام. هذه سبحان الله من الأحاديث العظيمة جدا التي تبين كيف يعمل القدر. انظر كيف يؤثر معصية الإنسان على هذه، كيف أن عدم دفع الزكاة تؤثر في إنه والله حالة كونية، أليس كذلك؟ حالة كونية. كيف أن أفعالنا تؤثر في أقدارنا، والغش والتعامل بالربا والمكيال والميزان. يعني لاحظ هنا في 3 أشياء سبحان الله كلها لها علاقة بالحكم والسلطان. نعم. ما لم تحكم أئمتهم، مش كده؟ نعم. ولم ينقصوا العهد لم ينقصوا العهد. نعم. أيوة. وكذلك لم ينقصوا المكيال والميزان إلا سلط الله عليهم. نعم. وجور السلطان عليهم. نعم. أيوة. هذه سبحان الله تلاحظ بأن ابن تيمية عليه رحمة الله عنده مقالة عجيبة جدا في شرور النفس وسيئات العمل. كل هذه ال5 مقابل ال5، الأوائل منها شرور النفوس أي الذنوب والمعاصي، والنتائج منها سيئات الأعمال. سيئات الأعمال هي عبارة عن العقوبات التي تأتي نتيجة ذنوب الناس. فلاحظ الآن ذنوب العباد ومعاصيهم وخروجهم عن حكم الله في أي مسألة من المسائل مقابلها طوال في ترتب. فمثلا عندما لا يحتكم المسلمون إلى كتاب الله وإلى شريعة الله سبحانه وتعالى، ولا تتخير أئمة بمعنى أن يأخذوا الكتاب بقوة، يحصل لهم مباشرة يجعل الله بأسهم بينهم شديد. جميل. يجعل الله بأسهم بينهم، وهذا الذي نراه. ويحصل التسلط. نعم. ويحصل من الكافرين. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي 3 من ضمنها ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يستبيح بيضتهم، إلا أن يفعلوا مثلا أن يكون بعضهم يسبي بعضا ويقتل بعضهم بعضا. فالتسلط الداخلي يغري الكفار بأن يتسلطوا على المسلمين. نعم. طيب، ونحن هنا الآن نهنئ الشعب السوري، ونهنئ يعني المعارضة السورية، واليوم أصبحت الحمد لله ليست معارضة فقط بل هي الآن الحاكمة. نذكرهم بقوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وجهة نظر يا شيخ حسن، هذه الآية سبحان الله هي جماع النصر. أولا فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وفيها الأمر بعدم النزاع والخلاف الذي يؤدي إلى الفشل وذهاب القوة. وختمت الآية بالصبر، لأن في قبولك لرأي أخيك يتطلب صبر. فأمر الله بالصبر. تعليقكم. الله يجزيك الخير. حقيقة فيما يتعلق بموضوع شروط، هذه واحدة، هذه 5 تقريبا من شروط النصر، هي قد تصل إلى 12-13. فيها التوحيد، وفيها التقوى، وفيها العدل، وفيها الطاعة الآن هنا مذكورة، فيها الثبات عند الجهاد، فيها الإعداد أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيها الاعتصام والوحدة. فهي مجموعة. هي الآن في آية الأنفال، لكن لو ما تتبعها تصل معك إلى هذا. يجيب شيخنا على سؤال: متى يكون النصر؟ يا سلام. يعني الله عز وجل يقول لك والله إذا لم توفي بهذه لا تنتظر من النصر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقود أفضل خلق الله على وجه الأرض، قال لهم: لا تبرحوا هذا المكان ولو رأيتم تتخطفنا الطير. لاحظ، الجماعة رأوا انتصار، كان عليهم أن يطيعوا رسول الله مهما كان. يعني هذا الأخذ هنا فرض الصورة واضحة، والنبي مرتب عليه أمر. فلما تركوا هذا الموضوع، لو انتصروا وهم يخالفون رسول الله لتوقعنا نحن أيضا ننتصر ونحن نخالف رسول الله. لكن الله ماذا فعل به؟ أنزل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. معقول ده كله في أحد؟ نعم في أحد.
وبمعصية واحدة. بمعصية واحدة. فكيف إذا فكيف أن هذه المعصية وهذا الثلم أدى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب وتكسر رباعيته ويحصل فيه والمسلمون يعني في ذلك اليوم ويشاع بأن رسول الله قتل، شيء رهيب. ولذلك هذه بعض مشايخنا كانوا يقولون بأن سلامة المنهج عند الله أحب من بقاء الرجال. الله أحب بقاء الرجال. يعني الله. حمزة قتل وعدد من الأخيار، يعني مصعب بن عمير قتل، يعني خيرة أصحاب النبي قتلوا، كل ذلك في سبيل شيء واحد، أن هذا المنهج الذي سيرسم لحظة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ستسير به الأمة إلى نهايتها. فالآن مثلا لو جئنا إلى الثورة السورية، فكان هذه درس كبير للصحابة، درس حتى للصحابة، والآن نحن نرى ذلك سبحان الله في سوريا. كيف لماذا لم ينتصروا قبل 10 سنوات وهم حصلوا على 70% من الأرض؟ فصائل ومجموعات وخلافات وصراعات وتقاتل، أدبهم الله 10 سنوات حتى علموا بأن والله إن لم يكون يدا واحدة ويعتصموا بحبل الله ويختاروا قيادة تتجه بهم فإن الأمر يتكرر. فأدبهم الله طيلة هذه السنوات وأدركوا بأن والله يا أخي لا يمكن بالفرقة والشتات والتمزق إلا إذا كان يتناقض مع القرآن. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح هي القوة، نعم، تذهب قوتكم. طيب، ثم الآن مطلوب شيء آخر، مطلوب صبر داخل المعركة ومطلوب صبر بعد المعركة. أن تصبر كما تفضلت، أن تصبر الآن على تطلعات الناس وإشكالاتهم وتناقضاتهم وكيف أهم. هذه طبعا أهم. الآن الصبر ما بعد المعركة أسوأ، لأنك هنا الآن الصراع الغنائم، بينما هناك قد يكون الله الناس تفقد الأرواح. أنت في المعركة قد يفقد، فيكون الناس حريصين على لكن الغنائم فتن فيها الناس. وهنا أنبه الإخوة في مسألة إنه كيف أن وقعت أحد وما فيها رغم أن الأنفال موجودة من قبل. يسألونك عن الأنفال وحصل فيها ما حصل، مش كده؟ الحكم واضح، لكن مع ذلك غفل الناس عنه تأولوا. هذا باب التأويل مشكلة. فنحن على كل الآن هذا الدروس عظيمة جدا هذه الأشياء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومعها هذه الآية اللي هي قضية الثبات، فاثبتوا وأطيعوا الله، طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله. والطاعة طبعا الطاعتان، طاعة شرعية يقوم بها يعني تكون لأهل العلم، وطاعة إدارية تكون للقيادات الميدانية. فأنت أمام منظومة متكاملة من الشريعة في موضوع الطاعة، منظومة متكاملة في موضوع الثبات، منظومة متكاملة في موضوع الصبر، كيف يتجسد الصبر في حياتنا الآن ونحن نؤسس لدولتنا، كيف سيكون نصبر على بعضنا البعض. فعلى كل موضوع التمكين لدين الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الكثير من ضمنها الصبر على رغبات النفوس، إنه لا بد أن الإنسان في داخله. ولذلك يعني أفلح من المشايخ من قال بأن معركة الإنسان ابتداء من نفسه، فإن انتصر على نفسه وانتصر على شيطانه انتصر بعد ذلك على مصير الظالمين. يا شيخ حسن ما كملنا. نعم. اليوم نحن نرى الحمد لله قد انتقم الله عز وجل من ظالم كان قد ضرب قوته في الأرض يعني ومكن سابقا وما كنا نتوقع أن يذهب. فالآن ربما بعض الظالمين أقل قوة منهم. فأنت ذكرت أن الله ليس بغافل عن هؤلاء. لو تستمر في بيان مصير هؤلاء كيف سيكون؟ نعم. نحن الآن مصائر السابقين سبحان الله بالنسبة لنا غيب، مش كده؟ ذلك من أنباء الغيب اللي هي مصير فرعون وهامان، لكن بالنسبة لنا نؤمن بها بأن الله أخبرنا لكن ما شاهدناه. لكن خلينا نتكلم الآن عما شاهدناه نحن. يعني نحن خلال 20 سنة الماضية كم من الطغاة الذين كانت لهم صولة وجولة وكان الناس يتصورون بأن مستحيل، يقول لك مستحيل يسقط النظام الفلاني، أخذهم الله، كل أخذنا بذنبه. حتى جاءت بعد ذلك أيضا بعض الظالمين الذين تصوروا بأن يمكن أن يتلاعبوا ويمكروا بهذه الشعوب وأقاموا الثورة المضادة. إذن لكل ظالم مدة صلاحية. أحسن، مدة صلاحية، مدة ابتلاء، لكن في قضية مهمة جدا، وهو أن هذا الظالم ليتحرك ليسقط الله يريد منك فعل. نعم. يريد منك أنت كشعب ماذا فعلت؟ نعم. يعني ما تنتظر تقول لي والله، حتى سبحان الله الدعاء مؤثر، لكن في الجهاد بالذات وفي قضايا التحولات والتغيير الدعاء مربوط بالفعل. يعني مثلا في أواخر سورة آل عمران شوف الدعاء الذكر والفكر،
آيات الذكر إن في خلق السماوات والأرض أنت ماشي إلى أن قال فاستجاب لهم ربهم. طيب لكن لاحظ ماذا رتب؟ قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا قال لك لأكفرن. أعمال عظيمة. طيب أعمال عظيمة. فأنت ما تقدر تقول له والله يا أخي أنا لا، قال لك تحرك هاجر جاهد قاتل كافح ليبلو بعضكم ببعض. أنا قال لك والله بالنسبة لي قدرة الكنية اللي يكون فيكون عظيمة، لكن خلقت السماوات في 6 أيام، ما كان يصعب على الله أن يخلقه في كل. فنحن إذا نتعلم من ذلك أن الله يريد من الناس الفعل، يريد أن يبلونا. ولذلك شيخنا إذن علينا أن نتمسك بديننا وأن نعود إلى كتاب ربنا، وأن ندرك بأنه لا نصر لنا إلا بهذا الدين، وأن ندرك بأن كان الشيخ محمد عماد صابر الأخ ربنا يحفظه كان يقول التموضع الاستراتيجي، يقول الأمة تموضعها الاستراتيجي في الجهاد. أي تفكير آخر تتصور بأنها من خلاله ستتمكن هذا وهم. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي. والآيات كذلك في سورة البقرة يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين متى نصر الله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالشاهد هنا بأن هذه الأمور علمتنا بأن الظالمين إلى زوال، بس بشرط أن المؤمنين يعني يرى الله منهم ما يجعله ينصرهم. في عمر الزمن 63 سنة تعتبر لا شيء. نعم. لكن في عمر الإنسان هي حقيقة مدة طويلة. نعم. يعني 6 عقود يعني مرت على الشعب السوري. نعم. بمرارة شديدة. نعم. 6 عقود 63 سنة حكم هذا النظام البائس الظالم. نعم. هناك دول من مر عليها ظلم 30 سنة. نعم. هناك من مر عليها 20، ما كان من عليها يعني أكثر تقل أو تكثر، ولكن يعني يوم واحد يظلم فيه المسلم يجد حرارته وظلمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر. ماذا تختم لنا هذه الحلقة؟ هذه الحلقة وأنا أختمها إن شاء الله ببشارة لأمة الإسلام بأننا بإذن الله عز وجل مقبلون على انتصارات وعلى فتوحات وعلى خير عظيم. الله أكبر. السبب في ذلك أن هذه الأمة تمرض وتضعف لكنها لا تموت. الله. وإذا بدأت في التحرك فإنها بإذن الله عز وجل واصلة إلى نهاياتها. فنحن متفائلون إن شاء الله، بشرط أننا نحن نعود إلى كتاب الله بصدق ونتعامل مع الله سبحانه. التعامل هنا تعامل مع الله ليس مع البشر. فكما تفضلت الآن نحن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن التجديد المئوي للأمة. الأمة ضعفت الآن 100 سنة، يعني من 1924 مارس 1924 إلى الآن نحن في القرن الذي قرن الاستضعاف. لكن سبحان الله حكمة الله في قرون الاستضعاف أنه في كل 10 سنوات يحدث لهم أحداث تؤدي بهم إلى التراكم ليكون التغيير المئوي على مستوى الأمة. ما مرت علينا من 1924 إلى اليوم إن الأمة تكافح، لم تقف. وهذا التراكم سبحان الله، تراكم في أفغانستان، تراكم في فلسطين، تراكم في كذا، سيؤدي في الشيشان، في البوسنة والهرسك، في البوسنة عجيب. كل ذلك الأمة عجيب. العقد اللي هو كل 10 فيها، يعني هذا العقد سبحان الله هو نفسه الذي حصل بين الروم والفرس. ألف لام ميم غلبت في أدنى وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. البضع هذه هي العشرية. فدائما تحولات الكون تحصل، تحولات الأمم مئوية، وتحولاتنا اللي ما دون الأمة فيها هذا لكن نحن المسلمين يا شيخ حسن حكمنا العالم لأكثر من 1000 سنة. نعم. يعني الخلافة ما سقطت إلا قبل 100 سنة. نعم. ما قبل ذلك يعني كنا نضعف أحيانا، تؤخذ مننا أحيانا، من جهة لكن نهائيا نعم. ما حصل إلا في هذه هذا سبحان الله أيضا مصداقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن الأنظمة في الأمة وكيف تذهب. الحديث المعروف نعم. ستكون فيكم النبوة ما شاء الله، ثم خلافة على منهج ابن نوح، ثم ملكا عضودا، ثم ملكا جبريا. نحن الآن في الملك الجبري العسكري الذي ثم بعد ذلك كمل، ثم تكون خلافة. فنحن على منهج النبوة، على منهج النبوة. نحن يعني نحن ننتظر الآن خلافة على منهج النبوة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأختم إن شاء الله أيضا برؤى حقيقة رآها ولدي البراء، نسأل الله يحفظه. رأى قبل أسبوعين تقريبا قبل الأحداث هذه، رأى رؤيا قال لي رأيت رجلا ضخما
حتى نحن أقزام معه. فرأيت من ورائه مكتوب مارس 2024، مارس 2024، وهو ذاهب ومتحرك ويقول عبارة واحدة، يقول أنا المجدد أنا المجدد. فقلت له يا ولدي والله لا أرى في ذلك إلا أن الأمة أكملت مئويتها، وإن شاء الله نحن الآن عنه. فرجعت فعلا وجدت أن 1924 كان مارس سقوطا نهائي لموضوع الخلافة، والآن نحن إن شاء الله على مشارف، فمتفائلون بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني التحركات التي نراها لهذه الأمة بإذن الله عز وجل. صحيح أن أحيانا، ومهم جدا أنت كان نهت بها في البداية، إنه لماذا يقيب الله عنه؟ هذه إشكالية كبيرة، صحيح. إشكالية كبيرة يا شيخ برهان، وخلل كبير فيه. يعني الله سبحانه وتعالى ما أوجدنا في هذه الأرض إلا لأن نذكره ولا نغفل عنه، مش كده؟ المادية تجعلنا نغفل. والله يا شيخ برهان نحن في عدد من الورش قبل سنة تقريبا نناقش ما هي الدولة أو ما هو المكان اللي ممكن يصلح لأنه لعل الله يتيح لنا فيه. ما ذكرنا سوريا لا من قريب ولا من بعيد، وفينا سوريون كانوا يقولون المنطقة أعقد ما تكون هي. الله قال لا مش هكذا، حساباتكم شيء وحساباتي أنا إيه. الله. وهكذا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، حيث لا يشعرون. فقضية إنه مكر الله كيف يكون، كيد الله كيف يكون بالظالمين، هذه إشكالية كبيرة. للأسف المحللين الماديين الاستراتيجيين ينظرون وفق إيه؟ وفق التحليل المادي العلمي. لكن المؤمن عليه أن ينظر في كل ذلك أيضا ببصيرة المؤمن الذي ينظر إلى أن فاعلية الإنسان هذه محدودة جدا، والله بشيء مهم جدا، والله بما يعملون محيط. أمريكا تمكر، روسيا تمكر، كل الغرب يمكر، والعالم الإسلامي فيه تفاعلات كثيرة، لكن كل ذلك يجب أن لا نتصور بأنه خارج عن إيه؟ عن إحاطة الله. الله محيط بكل حركة في هذا الكون، فهو الرب، الملك ملكه والأمر أمره، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من يشاء. قبل 10 أيام كان الملك لبشار، واليوم نحن نتكلم عن ملك لغيره. وهكذا الدنيا، وهذا أعظم درس حقيقة يعني يجب أن نستفيد منه. الله يجزيك. مشاهدينا الأكارم، كنتم في حديث ماتع عن أسباب النصر وما الفرق بين النصر والتمكين مع شيخنا الشيخ حسن سلمان. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، نرجو أن الشعب الإريتري قد استفاد من هذه التجربة التي مر بها الشعب السوري، وكيف أسقط الله عز وجل هذا الظالم، والله سبحانه وتعالى قادر أن يسقط كل الظلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للشعب الإريتري وللمسلمين عامة دينهم وكتابهم وسنة نبيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا أخوكم برهان يحييكم، وأسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل